فطار أول يوم رمضان كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم. عملت الملوخية والمحاشي، محشي الكرنب ومحشي ورق العنب تحتيه كده شرايح بفتيك بطريقة جميلة جدا، وطبعا الرقاق وكمان كوسة بشاميل. وما نسيتش الملوخية ولا المخللات الجميلة ولا المشروبات الرمضانية. سفرة ما شاء الله كانت جميلة جدا. كان عندي عزومة النهاردة حماية وحماتي، ربنا يا رب يديهم الصحة والعافية وما يقطعهاش عادة أبدا. هشارككم النهاردة تفاصيل اليوم الجميل ده. إن شاء الله الفيديو النهاردة يعجبكم. نسمي الله كده ونبدأ ونشوف أنا عملت إيه. بصوا بقى، أنا أول حاجة هنا جبت البطة، ما شاء الله أنا كنت منقياها كده بطة كبيرة علشان ما تبقاش فيها زفارة، وكمان زي ما انتوا شايفين بتبقى نظيفة. الريش بتاعها بيطلع بسرعة ومش بتكون متعبة، ما فيهاش الريش اللي هو بيبقى تحت الجلد ده. غسلتها كويس جدا بقى بالملح وبالدقيق، وكمان نقعتها كده لمدة ساعة في الليمون، ودعكتها كمان بالفلفل الأسود. عايزة أورّيكم هنا إن القلب بيبقى فيه كده عرق، لازم إن أنتم تفتحوه وتنضّفوه كويس عشان ما يبقاش فيه أي دم، وبس كده، وبعد كده تشطفوها بالمَيّة كويس، ونبدأ بقى نشوف الخلطة بتاعتها. جبت بصلاية وفرمتها ناعم في الكبة، بعد كده جبت المبشرة وجبت طماطماية متوسطة الحجم وابتديت اللي أنا أبشرها. وبس كده هاضيف لها بقى التوابل، 3 أنواع من التوابل بس، ملح وفلفل أسود وقرفة. القرفة جميلة جدًا هنا مع البط، بتضيّع منها أي زفارة، وكمان الخلطة كلها على بعضها بتخلّي كده البطة ليها ريحة وليها طعم جميل جدًا، وبتخلّيها juicy. وأنا كمان باعتمد التتبيلة دي في جميع أنواع الطيور، مش بس في البط. هادخّل بقى هنا كده التتبيلة دي جوّه البطة، وكمان مسكت الإسباتيولا أو الفرشة وهادهنها كده من برّه. ممكن كمان تفصلي الجلد عن اللحمة وتبدئي إن أنتِ تحطي التتبيلة دي فيها. أنا هاسيب التتبيلة فيها لمدة نُص ساعة بس، اللي هي الوقت اللي يكون المَيّة بتغلي على النار، وهاحط فيها بصلاية وورق غار وملح وفلفل أسود ومستكة وحبهان عشان أبتدي اللي أنا أسلق البطة. مش هاسيبها أكتر من كده، هو نُص ساعة هي نُص ساعة بس. وبعد كده هاخد بقى البطة وأحطها على طول في المَيّة السخنة. لحد ما البطة تتسلق جبت بقى الكرنب. بصوا الكرنبة هنا ما شاء الله كانت كرنبة كبيرة، وطريقة تقطيع الكرنبة هسيبها لكم بالتفصيل في صندوق الوصف، أو هتظهر لكم دلوقتي في علامة الآي، لأن أنا كنت عاملة فيديو بالتفصيل على طريقة تقطيع الكرنب. بس عشان ما اطولش عليكم في الفيديو، أنا قطعتها كده اهوت من فوق، وبعدين ابتديت اللي أنا أسلقها. وما تنسوش تحطوا شوية كمون في مية السلق علشان ما يخليش ريحة الكرنب نفاذة. ودي الطريقة اللي أنا قطّعتها بيها. بعد ما اتسلقت طبعًا وبردت، قطّعت كده الجزء اللي فوق وابتديت اللي أنا أتنيها. ودي أسهل طريقة لتقطيع الكرنب، بيتقطّع معاكِ بسهولة جدًا. مهما كانت الكرنبة كبيرة ومهما كان عندِك كمية بتخلّصيها بجد في وقت قياسي. بس كده ركنت بقى الكرنب على جنب، وكمان ابتديت اللي أنا أجهّز ورق العنب. بعد ما غسلته كويس جدًا، خلّي بالكم هو بيتغسل قبل ما بيتسلق عشان بيكون فيه تراب، وخلّيه كده زي ما هو مترصّص عشان يكون مسهّل عليكِ. وحاولي أمّا تيجي تختاري ورق العنب إن أنتِ تختاريه كده الورقة الناعمة، واللي هي يبقى لونها لامع، ده بيكون أحسن نوع. وعلشان أسلق ورق العنب جبت حلة على النار واستنيت أمّا المَيّة تغلى، ونزلت كده بورق العنب. ومهم جدًا إن الحلة تكون على قد ورق العنب، ما تكونش كبيرة، لإنها لو كانت كبيرة هتلاقي كده كل ورقة راحت في حتة. لكن أنا عايزاها بنفس الرصة عشان تسهل عليكِ لمّا تيجي تلفيه. مجرد ما لونه يتغير هتطلعيه تصفيه وتسيبيه يبرد لحد ما نجهز الخلطة. أنا هنا بقى عايزة أقول لكم على الخلطة اللي أنا استخدمتها، دي جميلة جدًا في المحشي. لو مش متوفرة الخلطات الجاهزة دي، يبقى هنستبدلها بالخلطة العادية اللي إحنا بنشتريها من عند العطار. عشان نبدأ في الخلطة حطيت معلقتين كبار من السمنة ومعلقتين كبار من الزيت، وأنا حطيت هنا نص كيلو من البصل. ومجرد ما لونه اتغير، أنا هنا فارمة البصل مش مقطعاه، باحبه كده يكون مفروم، بيكون طعمه مميز. وبعد كده حطيت معلقة صغيرة من القرفة ومعلقة صغيرة من الفلفل الأسود، وأول ما لونه اصفر هاحط هنا الصلصة. وخلّي بالِك كتّري الصلصة شوية عشان البنات اللي بتشتكي إن المحشي بيكون لونه فاتح. كل ما هتكتّري الصلصة وتكتّري كمان الطماطم، بيخلّي المحشي مميز جدًا ولونه بيبقى حلو أوي. بعد كده حطيت البهارات اللي هي الملح والفلفل الأسود، معلقة صغيرة من الكزبرة الناشفة ومعلقة صغيرة من القرفة، وقلّبت بقى كل ده مع بعضه. وبعد كده هاحط عليهم كمان عصير الطماطم، اللي هو المعصور في الخلاط. استخدمت كيلو من الطماطم، يبقى إحنا كل ما هنزوّد البصل، يعني نُص كيلو من البصل عليه كيلو من الرز وكمان كيلو من الطماطم. المقادير دي تطلّع معاكِ المحشي مضبوط جدًا، لونه حلو أوي وكل حاجة فيه مضبوطة إن شاء الله.
وبعد ما الرز اتصفى كويس جدًا، ضِفت له بقى الخضرة اللي أنا كنت مقطّعاها اللي هي الكزبرة والبقدونس والشبت، وهنا أنا مش باحطّهم على النار، أنا باقطّعهم واضيفهم للخلطة بس. بُصّي بقى الخلطة ما شاء الله لونها عامل إزاي، هاسيبها تبرد هنا لحد ما أجهّز الsteak اللي أنا هاحطّه تحت ورق العنب. جِبت معلقتين كبار من الزبدة ومعلقتين كبار من الزيت عشان الزبدة ما تتحرقش، مجرّد ما سخنت بس نزلت عليهم بشرايح البفتيك وهابهّرهم بملح وفلفل أسود وبهارات لحمة. بس كده مجرّد بقى ما لونها هيبتدي إن هو يتغيّر هاقلبها على الناحية التانية، وأنا باكون هنا قاصدة إن أنا أدّيها صدمة علشان كده تستوي معايا مع الورق العنب، لإن طبعًا هتاخد تسوية أكتر. هاجيب الطاجن اللي أنا هاشتغل فيه في ورق العنب، وفي الوقت دوّة هاكون مجهّزاه الفرن على درجة حرارة 180 ومشغّلاه، وجِبت هنا شرايح من البصل وشرايح من الطماطم وبهرتهم بملح وفلفل أسود وحطيتهم كده في الطاجن، وبعد كده حطيت شرايح اللحمة. بعد كده هاقول لِك على طريقتين أسهل من بعض للف ورق العنب، والطريقتين دول بجد سهلين جدًا ومش هيطلّعوا كده الرز برّه وهيخلّيه شكله حلو جدًا وهينجز معاكِ. الطريقة الأولى إن إحنا بنجيب ورق العنب طبعًا بنقطّع العنقود بتاعه وبنحشيه هنا على الناحية الخشنة مش الناحية اللامعة بتكون من برّه. باجيب الورقة كده وبافردها على القطاعة أو على الرخامة وأحط كده شوية من الخلطة في النُص وبالِفّه كده لفة صغيرة، بعد كده باقفّله من جنبين وبارجع تاني ألِف رول. ومهم في الآخر إن أنا أضغط عليه كده ضغطة بسيطة عشان ما يطلّعش معايا أي رز. والطريقة التانية اللي أنا بافرد الورقة على إيديّا برضه من الناحية الخشنة، وباحط كده شوية من الرز وبارجع أقفّلها تاني وباضغط عليها في النهاية. اختاري الطريقة اللي تريّحِك، بعد كده خلّصي كده كل كمية ورصّصيها، وهنبتدي بعد كده اللي إحنا نسقي ورق العنب. أنا هنا كانت الشوربة اتبسط جاهزة معايا، حطيت معلقة صغيرة من الصلصة عليها ورشة من الملح والفلفل الأسود، وكمان بعد كده جِبت نُص مَج وزوّدته عليه، يعني بالضبط نُص كيلو ورق العنب أخد معايا مَج ونُص من الشوربة ورشة من الملح والفلفل الأسود، وكمان فرفدت عليه كده مكعب من المرق وغطيته بالطبق، وبعد كده حطيته في الفرن الساخن. نيجي بقى هنا للكرنب الحلة برضه نفس الحكاية، رصيت من تحت ملح رصيت فيها شرايح البصل وشرايح الطماطم اللي أنا كنت راشة عليها ملح وفلفل أسود. وهنا الكرنب بيكون أسهل من ورق العنب، بيتلف معاكِ بسهولة، طبعًا حسب الحجم اللي أنتِ عايزاه، عايزاه كبير عايزاه صغير زي ما أنتِ حابة، بتلفيه كده رول بس كده. والمهم برضه في النهاية إن إحنا بنضغط عليه من الجنبين عشان ما يطلعش أي رز، وبترصصيه بقى بالطريقة اللي تريحك. وبرضه نفس الحكاية هاسقيه هنا بالشوربة اللي فيها معلقة من الصلصة والملح والفلفل الأسود، بس مش هاضيف لها هنا مكعب من المرق. بعد كده ابتديت أجهّز العصاج علشان أحضّر الكوسة البشاميل وكمان الرقاق. بصلاية متوسطة الحجم أول ما بتبتدي لونها يصفر بانزل عليها باللحمة وباضيف لها ملح وفلفل أسود وكمان بهارات لحمة، وتقدري كمان أنتِ تضيفي طماطماية صغيرة مبشورة لو حابة. بعد كده جبت الصينية اللي أنا هاشتغل فيها في الرقاق ودهنتها هنا بمعلقتين كبار من السمنة البلدي، وجبت الرقاق أهوّة وهابتدي اللي أنا أبِلّه كده بالشوربة. لو مش متوفر عندِك أي نوع شوربة تقدري إن أنتِ تغلي مَيّة وتحطي فيها مكعبين من المرق وملح وفلفل أسود، لكن طبعًا بما إني أنا سالقة بَط فشوربة البَط بتبقى جميلة جدًا في الرقاق. هامسك كده كل راق من الرقاق هابتدي اللي أنا أبِلّه بالشوربة وهاحطه كده في الصينية، ومش مشكلة إن هو يكون متساوي كده لمّا ييجي يستوى هيكون حتّة واحدة إن شاء الله. وممكن أنتِ تحطيه كده في الكروانة أو في الحاجة وتبدئي اللي أنتِ تسقّيه، أو إن أنتِ تحطيه كده في نفس الصينية اللي أنتِ هتشتغلي فيها. وبين كل راق وراق بادهنه معلقة كده من السمنة البلدي أو رشة من السمنة البلدي، وفي النُص بنحط العصاج وبنرجع تاني نحط نفس الطبقات اللي إحنا حطيناها تحت. يبقى المهم اللي إحنا كده نوازي ما بين طبقات الرقاق اللي هنحطها تحت، يعني حطيتِ 5 طبقات فوق هتحطي 5 طبقات تحت، وبين كل راق وراق بتورقيهم كده بمعلقة من السمنة أو بمعلقة من الزبدة. وفي الآخر خالص باحط كده رشة من اللبن عليها ملح وفلفل أسود. بس كده مش باضيف البيض، أنا بافضّل اللبن بيدّي له لونه حلو أوي. وهاسويه على درجة حرارة 180 في الرف اللي في النُص، وفي الآخر هياخد لون تحت الشواية. بعد كده هابتدي أجهّز الكوسة بشاميل، أنا هنا كده قشّرتها بالشوكة قطّعتها كده شرايح وحطيت في الجريل معلقتين كبار من الزبدة ومعلقة من الزيت، وأول ما ابتدى يسخن نزلت بشرايح الكوسة وقلّبتها على الجنبين لحد ما أخدت لون بس مع رشة من الملح والفلفل الأسود. وكنت هنا مجهّزة البشاميل وجبت الطاجن اللي أنا هاشتغل فيه، دهنته معلقة من السمنة البلدي وحطيت معلقة كبيرة من البشاميل من تحت، وبعد كده رصّصت هنا الكوسة. والبشاميل في الوصفة ديّة أنا فضّلت إن هو يكون تقيل شوية، لإني عكس المكرونة بيكون أصلًا فيها نشا.
هنحط هنا نُص كمية الكوسة، وبعد كده هنحط نُص كمية البشاميل، وبعد كده هنحط العصاج، وهنرجع بقى نحط بقية الكمية من الكوسة ونغطيها في الآخر بالبشاميل، ولو حابين إن أنتم تضيفوا جبن وقبل ما تحطوها تحت الشواية ما فيش مشكلة، بس أنا هنا استخدمت كده البشاميل على طول ما ضفتلوش أي جبن. وكان طعمه بجد تحفة، برضه هنسويه في على درجة حرارة 180 وفي النهاية هندّي له لون تحت الشواية. تعالوا بقى نحضّر مع بعض السفرة، هنا ورق العنب وكمان الكرنب كان استوى، بُصّوا ما شاء الله بقى الكرنب نازل إزاي، ما فيش كده ولا ورقة طالعة برّه، وريحته ولونه بجد يتجنن. وسّعت بقى مكان هنا عشان أحط البطة، أنا البطة هنا اديتها لون تحت الشواية بعد ما حطيت لها معلقة صغيرة من الصلصة ومعلقة صغيرة من القشطة ورشة من الملح والفلفل الأسود، ودي أفضل طريقة عشان تطلع معاكِ باللون ده، بلاش أنتِ تحمّريها على النار من فوق بالسمنة أو الزبدة لإنها كده بتبقى تقيلة وهتتحرق ومش هتاخد اللون الروعة ده. بُصّوا بقى ما شاء الله بجد تحفة، وادي رقاق أهوّة أخد اللون تحت الشواية. آخر حاجة بقى عملتها الملوخية، بعد ما الشوربة سخنت نزلت عليها بالملوخية المتخرّطة، وأهم حاجة معلقة السكر بتفرق جدًا، وفي الآخر عملت لها طشة التوم بالكزبرة ونزلت عليها كده، شايفين بقى بجد الريحة والطعم يجنن، وفضّلت اللي أنا في الآخر أقدّمها كده في الطاجن. وطبعًا ما نسيتش في الآخر المخلّلات، مخلّل الزيتون والليمون المعصفر والمخلّل المشكل، كل دي المخلّلات دي أنا عاملاها وإن شاء الله هتنزل لكم في فيديو قريب، بجد شكلهم تحفة نفعوني جدًا في السفرة النهارده، وكمان العصير البرتقان بالجزر هاحسبه لكم في صندوق الوصف، وعملت كمان فراولة غير المشروبات الرمضانية، وأدي شكل السفرة أهيّة في النهاية. بُصّوا بقى شكلها عامل إزاي، بجد تجنن، كل سنة وأنتم طيبين، وأتمنى فيديو النهارده يكون عجبكم، ولو عجبكم الفيديو النهارده ما تنسوش بقى تدعموني كده بلايك، وتسيبوا لي تعليق إيجابي، واستنوني في فيديو تاني إن شاء الله.